مساء الخير اصدقائي المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات الاولاد منكم والبنات في فيديو جديد من منتجات وريفيوهات في السوبر ماركت. وطبعا في اول الفيديو اوعى تنسى تعمل اشتراك على قناتي على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، كل دول هتلاقيهم في اول كومنت او في البايو. وفي اول الفيديو عايزك تاخد نفس عميق وتشد الاجزاء والتوينكيز شوكليت والتوداي جولدي. التوداي ب 2 جنيه والتوينكيز ب 3 جنيه، تقريبا نفس الشكل ونفس الحشو ما عدا ان دي كلها شوكولاته ودي محشيه كريمه. هنبدا بالتوداي، وده شكلها يا جماعه تتاكل في قطمه واحده. ونشوف التوينكيز بحيث ان احنا نقيمهم من حيث الحجم، وده شكل التوينكيز تقريبا ان هما الاثنين نفس الحجم بس التوينكيز اكبر سيكا. هنبدا بالتوداي ونشوف ايه الموضوع. بصوا يا جماعه هي بصراحه حلوه بس طعمها عامل زي طعم الكيك او النايتي بتاع زمان جدا. انا مش قادر استوعب، بس اول ما اكلت اول قطمه افتكرت النايتي بتاع زمان جدا اللي احنا كنا بناكله اللي انا مش فاكر اسمه ايه. هو طعمه بصراحه كويس يعني للامانه. فبالنسبه ان الكيكه دي ب 2 جنيه وطعمها لحد ما كويس ومحشيه كويس بالكريمه فلا حلوه جدا. ودلوقتي يجي دور التوينكيز شوكليت ونشوف طعمها ايه. طعمها توينكيز يا جماعه، توينكيز طبعا ما احنا كلنا عارفين طعم التوينكيز اصلا يعني. بس انا بالنسبه لي ان التوداي ما فرقتش كتير قوي يعني عن التوينكيز. يعني انت مثلا لو بتحب كيكه الشوكولاته محشيه فانيليا لا انا ارشح لك التوداي. اما بقى لو بتحب الشوكولاته فلا ممكن التوينكيز طبعا تدوس معاها. انا شايف ان هما الاثنين يعني متعادلين. وبكده الفيديو ده يكون خلص. استناني في بارت 2 علشان خاطر نشوف الهاو هاوز ولا الكامارا. وطبعا لا تنسى الاشتراك في القناه وعمل فولو على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. احلى مسا عليك.